عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني كتير كتير. الفيديو بتاعنا النهاردة خطير، أتمنى يعجبكم. عندنا البسكوت من ده كتير في البيت، بسكوت المدارس العجيب، ومش عارفين هنعمل به ايه وهنسوي فيه ايه. كلناه بشاي وكلناه بشاي بلبن وزهقنا خلاص، وأطفالنا بدأوا يزهقوا منه. النهاردة جايبالكم فكرة خطيرة، أتمنى تجربوها وتقولولي بقى في الكومنتات جربتوها ازاي. هنجيب بقى البسكوت الكمية اللي عندنا وهنكسره بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. ممكن تكسروها بإيد الهون على الباكو كده، حتى لو هو متكسر في جوه الباكو احنا عايزين كده. أنا جبت الكبة علشان سهولة وكمان بيخلص بسرعة. بعد كده بقى، بعد ما خلصنا كل الباكو اللي معانا، احنا عايزين يبقى شبه الرملة زي ما انا قلت لكم، لازم يبقى شبه الرملة. حتى لو هتكسروه بإيد الهون أو بحاجة، أي حاجة عندك جوه كيسة كده، تفرغي كل البسكوت ده في كيسة وهتجيبي إيد الهون أو بالمدق حتى بتاعت اللحمة يتكسر يبقى ناعم شبه الرملة. وباقي المكونات بتاعتنا هناخدها من البيت ومش هنحتاج أي تكلفة من برا. نشغل بقى الكبة اللي معانا على البسكوت لغاية لما يبقى شبه الرملة. أنا عايزاه ناعم، ما يبقاش فيه أي تكتلات. زي ما قلتلكم الكبة مش عامل عندنا، أنا كنت عايزة أخلص بسرعة. تمام، هنضرب بقى كل المكونات اللي هو الباكو البسكوت بس مع نفسه كده تبع الكمية اللي عندكم في البيت. كسرناها كده بقت شبه الرملة. بعد كده هنحضر جنبنا بولة غويطة علشان نصب فيها كل البسكوت بعد ما طحناه بالكمية اللي معانا دي. بجد أول ما هتعملوا الطريقة دي هتتمنوا كرتونة بسكوت من بسكوت المدارس. جبنا البولة اللي معانا، فرغنا كل اللي فيها من البسكوت المطحون في الكبة. بعد كده هنشوف ونتأكد مفيش فيه أي تكتلات عندنا. هنجيب معلقة معانا، وزي ما قلتلكم النهاردة احنا هنعمل الطريقة دي كل الحاجة بتاعتنا من البيت. هنجيب معلقة معانا ونشوف البسكوت المطحون معانا مفيش فيه أي تكتلات. نشوف بقى باقي المكونات. هناخد معلقتين كاكاو خام، معلقتين كبار، المعيار ده زي المعلقة اللي بناكل بيها الكبيرة، هناخد منها معلقتين مليانين. تمام. بعد ما هنقلب بقى البسكوت المطحون مع الكاكاو، لازم كل واحدة تتمزج هنقلبهم كده مع بعض. الكاكاو والبسكوت لازم يتمزجوا مع بعض. خلاص خلصنا مزج البسكوت المطحون مع الكاكاو الخام معلقتين زي ما قلتلكم، محدش يكتر علشان ما يمررش منكم. بعد ما قلبنا كل الكمية وتأكدنا ان البسكوت خلاص مع الكاكاو، ناخد 3 معالق كبار سكر عاديين مش مطحونين، برضو زي ما عملنا في الكاكاو. هنعمل مع السكر نمزجه مع البسكوت المطحون والكاكاو، لازم كله يتمزج مع بعضه علشان الطعم يبقى قد زي بعضه. معانا الوقت بقى ايه باقي المكونات. هناخد نص كوباية فول سوداني، هنطحنها طحنة جامدة ناعمة، مش عايزين برضو فيه أي تكتلات. هنطحنها في المطحنة العادية بتاعتنا. اتطحنت معانا، هناخد نص الكمية اللي معانا، النص هناخده نحطه على جنب، والنص التاني هنلخبطه على ايه؟ على البسكوت والكاكاو والسكر. يعني اخدنا النص الكمية حطيناها على جنب، والنص التاني مزجناه مع باقي المكونات. الفول السوداني برضو فيه فوايد كتير قوي لمخ أطفالكم وعقولهم، بينمي الذاكرة وبيخليهم أقوياء. هناخد معانا مكعبين زبدة بس، هنسيحهم في الميكرويف أو على النار كده ما يسخنوش، أنا عايزاهم يسيحوا بس. هنمسك بقى كل المكونات دي، ولازم كل زبدة تشرب من باقي المكونات كلها،
يعني خلاص شربت اهي وبقت شبه الرملة المبلولة. معانا نص كوباية لبن دافي. هنقلب كل ده ونشوف معانا. أنا أخدت بالظبط كوباية لبن دافي. الكمية اللي معايا حسب ما الكمية تمسكوها كده في الإيد تتشكل، يبقى كده خلاص. لو كترتوا هتعجن منكم. أنا زي ما قلت لكم، أنا اختبرتها الأول لقيت لسه بتفرط مني. فهنقلب بقى الزبدة السايحة مع باقي البسكوت المطحون والكاكاو والفول السوداني المطحون والسكر. عايزة تزودي بقى فانيليا زودي زي ما انت عايزة. نقلب كده وبعدين نغسل ايدينا كويس قوي ونعجن بايدينا. انا غسلة ايدي كويس قوي وبلاها مية، يعني مش هتلزق في ايدي. ونختبر بقى البسكوتة اللي معانا قدرت تتمسك كده بالإيد. تمام، يبقى كده احنا نجحنا. لسه بتفرفط منك. هناخد اللبن معلقتين بمعلقتين اهو، زي الرملة المبلولة كده، نيبسها في بعضها. نشرب كل حاجة فيها. بعد بقى ما عملنا كل ده، انا قلتلكوا الكمية اللي معايا اخدت كوباية لبن دافي، كوباية من اللي هي المج العادي. هنقلب بقى بقية المكونات مع بعضها لغاية خلاص اهي بدأت تتشكل معانا وما تفرفتش. هنسيبها بقى على جنب. وبعد ما تتشرب شوية كده هنقوم اخدين معلقتين سيرب شوكولاتة أو معلقتين نوتيلا لو عندكم. ما عندكوش يبقى هنجيب معلقتين لبن، معلقة زيت، معلقة كاكاو ونقلبهم مع بعض يبقوا شبه كده الصوص. هنقوم ملخبطينه عليها يدي مزازة كده. وورقة فويل ألمونيا وورقة زبدة مش مدهونة أي حاجة. هنفرد معانا بقى طبقة البسكوت دي ونبدأ نعملها رول اسطوانة كده زي ما حضراتكم شايفين، كأننا بنعمل رول اللحمة معانا اهو. هناخد كل ده نعمله كده في الورقة الزبدة، نقفلها كده نعملها اسطوانة كده. لازم تبقى على شكل اسطوانة. نقفلها من الجناب. ورقة الزبدة بتحمي الطبقة اللي هي بتاعت الألمونيا. ما ينفعش ورقة الألمونيا مباشرة، أطفالنا هياكلوها. وبعدين بقى احنا نقوم جايبين ورقة الألمونيا على ورقة الزبدة ونعملها لور بالطريقة دي. ونحضر بقى التلاجة على طول، نقوم حاطينها في التلاجة لمدة ساعتين 3. أنا أخدتها بعد 4 ساعات. عملتها الصبح وقطعتها بعد ما خلصت حاجتي كلها. بجد طعمها خطير جميل قوي. ما تحسيش كده ان انت اكله حاجة بسيطة، لا تحسي إن حاجة طعمها واخداكي لحتة تانية خالص. مع كوباية شاي بلبن أو نسكافيه كابتشينو، أي حاجة بتحبوها تشربوها تنفع معاها دي. خلاص معانا اهو عملنا رول. هنجري على التلاجة على طول ونشوف بعد كده هيحصل ايه. خلاص ال3 4 ساعات خلصناهم. هنفتحهم بقى ونشوف معانا. اللي ما عندوش ورق زبدة يعمل ورق اللي هو الاسترتش بينفع برضه. خلاص اهو هنفتح بقى ونقطع معانا البسكوت، شرايح البسكوت الجميلة دي. وهوريكم هنعمل ايه بعد كده. شايفين القطع حلوة ازاي؟ فول السوداني والكاكاو واللبن وكمان السكر. وعايزة تحطي فانيليا حطي، ممكن لو عندك مكسرات حطي كمان أو جوز هند حسب ما بقى تحبي عندك في مطبخك ايه تعملي بيه. قطعنا بقى شرايح البسكوت بالطريقة السويس رول دي. هتاكلوا بقى كده أحلى سويس رول من غير لا دقيق ولا بيض ولا وجع قلب. قطعنا بقى كده هنجيب طبق مربى، ممكن شوكولاتة كمان، ممكن كريمة تبع ما تحبوها. وهناخد اللي هو الفول السوداني وننزلها كده بالطريقة دي. المربى أنا كان عندي مربى مشمش وعملت الطريقة دي. هناخد كده ممكن نبدل الفول السوداني بجوز هند يبقى جميل، شوكولاتة فارماسي، أي جنش تحب تعمليه اعمليه. طبقة المربى وهننزل كده في البسكوتة تدي الشكل الخطير ده. استفدنا من بسكوت المدرسة وعملناه بالطريقة الحلوة دي.
وحطيناه في ورق الكب كيك، ينفع كهدايا، كمان ينفع لأصحابكم، وكمان ينفع في أعياد الميلاد ومكلفناش حاجة. لو عجبكم الفيديو اوعدوني ما تنسونيش في اللايك والتعليق والاشتراك وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل. ولو أول مرة تشوفوني، معك أختكم سارة سعيد، ودي قناتي. يسعدني ويفرحني الاشتراك وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل. دمتم في رعاية الله.